هات ورقة وقلم وستوب ووتش وتعالى معايا علشان نكتب حلول الاحتراق الوظيفي بناء على طلبكم. وده الجزء التاني اللي هنبتدي فيه. هنظبط الستوب ووتش بتاعتنا على 90 ثانية ونكتب كل حاجة خانقانا في الشغل. بروجكت لازم يخلص، مديري بيزن كل ساعة، في رسائل واتساب شغل، تأنيب ضمير اني مقصر، خوف اتأخر او اترفد، حاسس بفشل. ممنوع تفكر، اكتب وبس. بعد كده هتظبط الستوب ووتش على 60 ثانية وقسم الورقة 4 أعمدة. أول حاجة ضرورية لازم تتعمل دلوقتي، زي إيميل لازم يتبعت قبل الساعة 5. تاني عمود حاجة مهمة بس مش عاجلة، زي خطة الأسبوع مثلا، أو إنك تطور مهارة معينة. تالت عمود حد تاني يشيله، يعني حاجة ممكن حد تاني يخلصها غيرك. رابع عمود حاجة ملهاش لازمة، زي متابعة حاجة مش دورك إنك تتابعها، أو جلد ذات أو مقارنة. أي نقطة تتحط في عمود واحد بس، كده فصلنا المهم عن الدوشة. تالت حاجة هنظبط الستوب ووتش على 45 ثانية ونختار حاجة واحدة بس من أول عمود، اللي هي حاجة مهمة وعاجلة في نفس الوقت، وهنكتب تحتها 3 سطور. السبب ليه ده مهم وعاجل، أول خطوة أصغر حاجة تنفذها عشان تعمل المهمة دي، والنتيجة إنك هتهدى بعد 10 دقايق. زي السبب عشان لو الإيميل اتأخر هيعمل أزمة، وأول خطوة تعملها افتح مسودة واكتب 3 نقط. دلوقتي بقى عندك طريق مش هم. رابع نقطة، ظبط الستوب ووتش على 60 ثانية. في خلال 60 ثانية اكتب الجملة دي وانطقها زي الحكم: أنا متاح لحد الساعة دي وبعدها هرد بكرة. وآخر نقطة، إنك تقفل اليوم ب60 ثانية على الستوب ووتش تكتب فيها الحاجات اللي ضن خلصت والحاجات النكست اللي هتبدأ بيها بكرة. اسمعني، الاحتراق بيحصل مش من الشغل نفسه، بيحصل من شغل من غير حدود. حط حدودك قبل ما جسمك يقع على الأرض غصب عنك.